بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يعني أنا بعتذر عن أي ضحك هيحصل في الفيديو أو أي لقطة كلمة هقولها في حق أي أخويا زملكاوي معايا موجود معايا. بس بجد يعني أهلا بيكم الأول، أهلا بيكم الأول حبايبي كلهم. كان في تعليق جالي في أول فيديو من حد عزيز عليا قوي وكان علق وقال لي ده هم شمتوا فينا الناس، شمتوا فينا الفرقة ديت، شمتت فينا الناس. ساعتها انا رديت عليها وقلت لها ايه، خليهم يفرحوا شويه. الاهلي لما بيرجع فالرجعه فجعه، وهو ده اللي حصل. النهارده الاهلي درس كامل متكامل في كرة القدم. بس برضو الموضوع مش سهل، يعني الفرحة كتير مش حلوة، احنا لسه ما عملناش حاجة. ده ماتش، اي نعم هو ماتش قمة، القمة 102 و132 في الدوري، ماتش قمة. انا عارف كل الكلام اللي هيتقال، بس بجد كان ماتش صعب قوي، كان ماتش صعب على اي حد زملكاوي. في البداية خالص الماتش كان جميل، الماتش كان ممتع. الافكار اللي اتنفذت داخل الماتش كانت جميلة. ال- الخطة نفسها اثبت انت بالماتش ده، اثبتت انت بالماتش ده ان ما تلعبش في الخطة، هي ماشية زي ما هي ماشية سيبها، هي ماشية زي ما هي ماشية سيبها. اي لاعب النهارده فهو لاعب محطوط في مكانه، مش متغير من مكانه، كل لاعب بيلعب مكانه. النهارده تألق لجميع لاعبي النادي الاهلي، ال11 اللي لعبوا تألقوا، ال11 مفيش ولا واحد فيهم وحش، غير ممكن امام عاشور اللي نستثنيه شويه لانه لسه راجع من الاصابه على الرغم من صناعته الهدف. بس اداؤه ما كانش حلو، يعني مش هو امام عاشور اللي احنا متعودين عليه. احنا بنحبك يا نجم، علشان كده بنتكلم في ان انت عايزينك احسن حاجه، عايزينك ترجع زي الاول، علشان منتخب مصر في المقام الاول. احنا عايزينك ترجع علشان منتخب مصر، مش علشان حاجه تانية، لان احنا خلاص الدوري كده كده خلاص خلص، انتهت. سواء الاهلي خده، سواء الزمالك خده، سواء بيراميدز خده، اي حد ياخد الدوري. احنا دلوقتي بنعد نفسنا لكاس العالم. الفرقه كلها النهارده 9.5 من 10، 9.5 من 10 النهارده كلهم. يمكن شوبير شويه هو وبن شرقي 9.8 من 10 النهارده. بن شرقي النهارده مسجل هدفين وصانع هدف، يعني مشارك في الثلاث اجوان. شوبير النهارده نجم 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 حراسه مرمى منتخب مصر جاهزه، ومن غير من غير ما كابتن حسام حسن يفكر، من غير اي فكره للكابتن حسام حسن، هو شوبير هو حارس مصر الاول. مع الاحترام للجميع، المهدي سليمان متألق وعامل ماتش جميل. الماتشات اللي قبل دي كان عامل ماتش قصاد بيراميدز هايل، لكن شوبير النهارده بيثبت ان هو حارس مصر الاول. شايل كوره في الدقيقه 84 او 83، الكوره دي كانت ممكن تقلب الدنيا، لان الزمالك يعتبر جايين لسه في الكلام ده في بقيه التحليل لسه، بس الزمالك النهارده يعتبر ما لعبش غير في اخر 10 دقائق. غير كده الزمالك ما ظهرش خالص باي حاجه يعتبر. ده غير طبعا النهارده يهدر ركلتين جزاء، ركله من هنا وركله من هنا. جايين في الكلام. التشكيلات هي اللي انا توقعتها في الفيديو اللي قبل الفيديو دوت، فيديو توقع ما قبل مباراة الاهلي والزمالك. تشكيلة نادي الزمالك، وهي كانت المهدي سليمان ومحمد اسماعيل، محمد حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، ومحمود بنتايك. طبعا محمود بنتايك نازل لاصابة كابتن عمر جابر اللي بنتمنى له كلنا الشفاء. في نص الملعب خطة الاول الزمالك كان 4-3-3. في نص الملعب محمد شحاتة واحمد فتوح وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهارده جاي في فورمه، لا ده فورمه لاعب مبطل بقاله 3 4 سنين. النهارده عبد الله السعيد فورمه زي الزفت. في ثلاثي الهجوم عدي الدباغ اللي كنا كلنا مستغربين هو ليه كان غايب عن مباراه انبي، عن المباراه بتاعت انبي اللي فاتت. واخوان بزيره وناصر منسي، وكان على الدكه طبعا بقيه الفرقه، على راسهم زي ما قلنا سيف الدين الجزيري وشيكو بنزا واحمد عبد الرحيم ومحمد السيد اللي كانوا موجودين بره.
الاهلي النهارده كان زي ما قلنا شوبير، احمد رمضان، وهادي رياض، وياسين مرعي، واحمد نبيل كوكا. الخطه كانت 4 2 3 1. وبرضه الكلام اللي انا قلته في الفيديو الاولاني هو اللي حصل، ما عدا نزول اشرف بن شرقي. ما كنتش مقتنع ان ممكن كابتن يسترب يغير قناعاته ويلعب اشرف بن شرقي، بس النهارده اشرف بن شرقي اثبت بان هو موجود باي حد موجود في الفرقه. هو النهارده وجود اشرف بن شرقي النهارده هو نجم المباراه بكل المقاييس. زي ما قلنا احمد رمضان نزل بديل مكان لكابتن محمد هاني، وهادي رياض بديل لاصابه ياسر ابراهيم، وزي ما هي ياسين مرعي واحمد نبيل كوكا. في نص الملعب مروان عطيه، وتبديله اليو ديانج بامام عاشور اللي برضه توقعتها، وكابتن حسين الشحات وتريزيجيه، وفي النص كصانع لعب رقم 10 اشرف بن شرقي، ومن قدامهم محمد طاهر النهارده هو ما كانش مهاجم. هو طاهر كانت فكرته كلها هو محور من ضمن المحاور الثلاثه او الاربعه اللي بيتحركوا قدام. خامسهم كان امام عاشور اللي بيجي من تحت، اللي بيصنع الفرص من تحت. مروان عطيه النهارده دستروير هايل. مروان عطيه النهارده وقف كذا كوره. لا مروان عطيه هايل النهارده. احمد رمضان كان كويس جدا 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 النهارده. احمد نبيل كوكا طبعا. حسين الشحات حدث ولا حرج. تريزيجيه انا عندي ليه كلمه بس، انت ما تشوتش ضربات جزاء تاني. انت لو قصدها مش هتجيبها كده. ما تشوتش ضربات جزاء تاني. اي حد تاني في الاهلي يشوط، ما تشوتش ضربات جزاء تاني. برضو النهارده كان بره على القايمه، بره على الدكه زيزو ومحمد علي بن رمضان ومروان عثمان واليو ديانج واحمد عيد وغيرهم. هم دول الخمسه اللي نزلوا يعني. مجريات المباراه الاهلي مسيطر على المباراه. اي نعم كانت الاستحواذ معظمه كان لنادي الزمالك، ولكن زي ما بيقولوا العبره باللي يسجل. العبره باللي يسجل. اشرف بن شرقي سجل الهدف الاول في الدقيقه 18 من صناعه محمد طاهر، وبعد كده حسين الشحات في الدقيقه 34 من اشرف بن شرقي، وفي الدقيقه 55 ضربه جزاء لحسام عبد المجيد لنادي الزمالك. اضاعها حسام عبد المجيد وصدها شوبير ببراعه جميله، جميله جميله جميله. وبعد كده ضربه جزاء ثانيه اتحسبت لتريزيجيه، اضاعها ايضا تريزيجيه في الدقيقه 66. وبعد كده الهدف الثالث من اشرف بن شرقي في الدقيقه 72 من صناعه امام عاشور. التبديلات بعد كده من النادي الاهلي كانت لكابتن حسين الشحات في الدقيقه 60 ونزول اليو ديانج، لان الاهلي خلاص في الدقيقه 60 كان يعتبر 2-0 وضيع ضربه جزاء ومفيش اي فرص لنادي الزمالك، فالاهلي قرر ان هو يطمن على النتيجه. على ما اظن كل الفكره ديت مستحيل تيجي في دماغ يسترب، ديت فكره الجهاز الفني المعاون ليسترب وعلى راسهم كابتن وليد صلاح الدين. تغيير حسين الشحات ونزول اليو ديانج قلنا علشان يمسك بيها نص الملعب ونقف لحد كده كفايه وحلو قوي، وهنلعب على هجمه مرتده، كره خطيره من هنا، قطعه كوره، مهاره من اشرف بن شرقي على مهاره من تريزيجيه بكوره ونكمل بيها. بعدها في الدقيقه 80 تم استبدال اشرف بن شرقي للاصابه. اشرف نفسه اللي شاور للكادر التدريبي للنادي الاهلي، وفي نفس الدقيقه كان تريزيجيه كمان بيتبدل بنزول مروان عثمان ومحمد علي بن رمضان. في الحاله ديت خطه النادي الاهلي اتغيرت، كانت طاهر نزل جناح مكان تريزيجيه، ومحمد علي بن رمضان هيلعب مكان اشرف بن شرقي، وحسين الشحات بديله كان امام عاشور في الخط، واليو ديانج رجع ورا مكان مروان عطيه. يعني اصبحت التشكيله مروان عطيه واليو ديانج، امام ومحمد علي بن رمضان وطاهر، وقدام مروان عثمان. يعتبروا كلهم برضو بنهاجم زي ما احنا، انت بتهاجم زي ما انت، بس الفرق ان انت شلت ضلع واحد وجبت حد يقف ورا جنب مروان عطيه، لان امام كان لازم يطلع لقدام. بعد كده تبديله احمد عيد وزيزو، ولا في دماغي اي حاجه خالص. تبديله احمد عيد وزيزو عادي خالص، مفيش اي حاجه. ولكن زيزو الواحد مش عايز يتكلم عليه لان مفيش كلام يتقال على زيزو. ده يعني ربنا معاه ويرجع لفورمته. دي حاجه احنا مش هنتكلم فيها. اما بالنسبه لنادي الزمالك فكان الخطه نفسها زي ما قلت، كانت مشكلتي عند عبد الله السعيد اللي مش في الفورم خالص.
كذلك خوان بزيرة برضو حاول اكتر من مره. خوان بزيرة حاول بجد، هو لاعب مهاري جدا. وكمان عدي الدباغ الناحيه الثانيه برضو، على الرغم ان كان اداؤه في الماتش ده ضعيف، ولكن الاثنين فعلا فارقين. تبديله ناصر منسي على ما اظن كانت للاصابه، كان بيشتكي اصلا، ونزول سيف الدين الجزيري بعدها، ونزول قصدي كابتن شيكو بنزا علشان يعوض مكان ناصر منسي. وبعد كده كان استبدال عبد الله السعيد اللي طالع متضايق، مش عارف متضايق ليه. يعني الماتش كله اصلا انت مش موجود فيه، انت مش موجود ومش ظاهر، مالكش اصلا اي وجود في الماتش. وبعد كده كان استبدال احمد فتوح في الدقيقه 80 بمكان سيف الدين الجزيري، علشان الزمالك قرر ان هو يهاجم عشان يعوض الفرق اللي كان حصل ساعتها، كانت بقت 3-0. وبعد كده اخوان بزيرة ده طلع في اخر الدقائق خالص. كان بديله محمد السيد، بس كان الماتش يعتبر انتهى. بس في الفتره قبل تبديله، بعد تبديله محمد السيد، يعتبر حرفيا الزمالك مسك كوره. والدي زمان قالها لي في اول ما تابعت كوره، قال لي الماتشات الكبيره، ماتشات القمه بالذات، خلينا محلي بلاش نطلع بره ونروح اوروبي. ماتشات الكوره او القمه بالاخص ما بين الاهلي والزمالك ما بتعتمدش على مين حلو ومين وحش، بالعكس ده ممكن اوحش واحد طول الموسم هو اللي يفوز على الثاني. الدليل النهارده، انت الزمالك متصدر الدوري، الزمالك جاي من تعادل مش جاي من خساره، الزمالك جاي فايق مش زي الاهلي. نتائجه في الماتشات اللي فاتت كلها كان وحش، بس فعلا النهارده اللي كان وحش طول الموسم النهارده هو اللي فاز. بجد الواحد مش عارف يقول اكتر من كده، والله انا مش عايز اقول كلام ازعل حد مني، بس فعلا الاهلي النهارده اثبت انه لما بيوجع جامد. الاهلي ادى مباراه جميله، مباراه رائعه. كان فينك من زمان زي ما بتقول الاغنيه، كان فينك من زمان، ولكن ما زلت عند رايي يسترب غير صالح للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير على يسترب مدرب الفريق. الاهلي دايما فوق، الاهلي بجمهوره دايما فوق. مع الاعتذار لنادي الزمالك، وبالتوفيق في المباريات القادمه، بالتوفيق للنادي الاهلي في الماتشين القادمين. وبرضه عايز حد تاني كمان مره يفكر كابتن معتمد جمال، ما تركزش في الكونفدراليه بعد الدوري، قدامك لسه ماتشات دوري، كان المفروض تركز في الدوري. تركيزك كله كان على الكونفدراليه، وده غلط، ده ضيع منك الدوري. لازم تفوق وتركز. بس احب اشكر كل اخواتي اللي كانوا معايا، اتمنى منكم مزيد من الاشتراكات، الترويج، المشاركات، اللايك بيفرق معايا، تعليقك وهرد عليه. بشكر كل الناس اللي كانت معايا، بشكر طبعا النادي الاهلي النهارده اللي فرحنا ورجعنا تاني لفورمه الماتشات، والفرحه والضحكه ترجع مرسومه على وش اي حد اهلاوي النهارده. الف مبروك الفوز، القمه ال 132، بالتوفيق للنادي الاهلي، والف شكر لكل اللاعيبه اللي لعبت النهارده، وبالتوفيق. شكرا.